أهلاً بيكم. أكيد كلنا نعرف الناس اللي أول ما بتدخل أي مكان كل العيون بتروح ناحيتهم من غير حتى ما يتكلموا، ليهم حضور كده مختلف. طيب إيه السر ورا الهيبة دي؟ في الشرح ده هنكتشف مع بعض مجموعة قواعد ممكن نقول عليها خطيرة شوية، مستوحاة من الفلسفة الميكافيلية اللي بتشرح إزاي نبني الحضور القوي والمؤثر ده. الفلسفة دي بتبدأ بمبدأ صادم شوية، إن الهيبة أقوى من الحب. يعني إيه؟ يعني إن الناس تحترمك وتهابك أهم بكتير من إنها تحبك. وخلوا بالكم المبدأ ده هو حجر الأساس لكل اللي هنتكلم فيه النهاردة. وهنا بقى بيجي السؤال المهم، ليه في ناس حضورها طاغي كده وناس تانية كأنها مش موجودة أساساً؟ الشرح ده هو اللي هيجاوب على السؤال ده، وهيقول لنا إزاي نتحول من شخص ممكن يكون غير مرئي لشخص حضوره هو اللي بيتكلم عنه في أي مكان يدخله. طيب القسم الأول عندنا بيتكلم عن مبدأ الهيبة، وهنا أول حاجة لازم نعملها هي إننا ننسى تماماً فكرة إن الناس لازم تحبنا. الهدف مش الحب، الهدف هو فرض الاحترام، أو اللي المصدر بيسميها الهيبة. طيب إيه هي الهيبة دي بالظبط؟ خلونا نوضح، دي مش مجرد ثقة بالنفس عادية ومش غرور خالص، لأ، دي أقرب ما يكون لطاقة صامتة بتملى المكان وبتفرض نفسها على كل اللي موجودين من غير ولا كلمة. طيب كلام جميل، بس إزاي الهيبة دي بتتبني على أرض الواقع؟ ده بقى اللي هنعرفه في القسم التاني اللي هنتكلم فيه عن قوة الحضور. هنا هنبدأ نفكك الأسرار العملية للحضور القوي، وهنركز على الحاجات اللي بنعملها مش اللي بنقولها. أول قاعدة معانا ويمكن تبان غريبة شوية، الصمت قوة مش ضعف. لما بتختار إنك تسكت في اللحظة الصح، أنت بتجبر اللي قدامك يكشف كل أوراقه. هو اللي بيحاول يملى الفراغ ده بقلقه وشكوكه، وفي اللحظة دي القوة بتتنقل ليك أنت. ودلوقتي نيجي للقاعدة الرابعة، ودي بقى عايزة تركيز جامد جدا لأن المصدر بيعتبرها نقطة مفصلية. الانطباع الأول مش مجرد بداية، ده يعتبر حكم شبه نهائي الناس بتاخده. هي فرصة واحدة بس، فرصة بتحدد مكانتك في عيونهم للأبد. هل أنت قائد ولا مجرد تابع؟ طب الانطباع ده بيتبني على إيه؟ على 4 ركائز أساسية. أول حاجة مظهرك اللي بيقول للناس إنك شخص مسؤول. تاني حاجة طريقة مشيك، لازم تكون كلها هدوء وثقة. تالت حاجة نبرة صوتك، مش متسرعة ولا مهزوزة. وأخيراً نظرة عينك، لازم تكون مباشرة وواثقة. كل دي رسائل صامتة بتحدد قيمتك قبل حتى ما تفتح بقك. فكروا فيها كده، في أي موقف كله توتر والناس كلها منفعلة، عينك بتروح لمين؟ طبيعي بتروح للشخص الوحيد اللي هادي. هدوءه ده بيعلن عن تحكم في النفس غير عادي، وده لوحده كفيل إنه يفرض احترامه على كل اللي حواليه. دلوقتي بقى هننتقل للجانب الأخطر والأكثر استراتيجية في الموضوع كله، فن الإخفاء. هنا هنتكلم عن القوة اللي بتيجي من الغموض ومن الكلام اللي بنختار بوعي إننا ما نقولهوش. في حقيقة في الطبيعة البشرية لازم نفهمها، الناس بتخاف من المجهول. لو كل أوراقك مكشوفة للكل، بتبقى كتاب مفتوح سهل قوي يتقري ويتحكم فيه وقوتك بتقل. القاعدة بتقول احتفظ دايماً بجزء من شخصيتك في الظل، منطقة كده محدش قادر يوصل لها. والاقتباس ده من المصدر بيلخص الفكرة دي كلها في جملة واحدة: من يفهم يستهان به. يعني بمجرد ما الناس تحس إنها خلاص فهمتك، في اللحظة دي قوتك بتبدأ تتلاشى. ودي يمكن من أقوى القواعد وأصعبها في التنفيذ. القاعدة الستة بتقول لا تظهر حاجتك أبداً. اللحظة اللي بتكشف فيها إنك محتاج حاجة من حد، أنت حرفياً بتديله مفتاح التحكم فيك. الاحتياج بيحطك في خانة الضعف وبيفتح الباب للاستغلال. المعادلة بسيطة وخطيرة في نفس الوقت. في طريقين، طريق الضعف إنك تظهر احتياجك وبكده بتدي للي قدامك سلاح يستخدمه ضدك، وطريق القوة إنك تخفي احتياجك وبكده بتحافظ على قوتك وتفضل أنت المتحكم في الموقف. بس كل القوة الخارجية دي ملهاش أي قيمة لو مش مبنية على أساس داخلي صلب. عشان كده في القسم ده هنتكلم عن المصدر الحقيقي لكل ده، تقدير الذات غير المشروط. يعني تقديرك لنفسك اللي مش معتمد على رأي أي شخص أو أي ظرف. وهنا القاعدة السابعة بتقول حاجة واضحة جداً، احترامك لنفسك لازم يكون خط أحمر، مش قابل لأي نقاش. لازم يجي الأول قبل ما تستنى الاحترام من أي حد تاني. قيمتك أنت اللي بتحددها مش الناس اللي حواليك. القاعدة الثامنة، توقف عن شرح نفسك. ليه؟ لأنك لما بتفضل تبرر وتشرح كل تصرفاتك، أنت كأنك بتحط نفسك في قفص الاتهام وبتطلب حكم الناس. القاعدة واضحة، اللي بيقدرك مش محتاج تفسير، واللي مش بيقدرك أصلاً مش هيصدقك مهما قلت.
الناس القوية ما بتضيعش طاقتها في تبريرات فاضية. ونيجي للقاعدة التاسعة، ودي حركة بتعكس قوة نفسية هائلة، وهي انسحب فوراً لما تشعر إنك غير مرغوب فيك. إنك تختار تنسحب بهدوء من أي مكان أو علاقة بتحس فيها إن قيمتك مش مقدرة، ده في حد ذاته بيحفظ كرامتك وبيبعت رسالة صامتة لكن قوية جداً: أنا لا أقبل بأقل مما أستحق. وفي النهاية كل القواعد دي بتوصلنا لنقطة واحدة حاسمة. الموضوع مش مجرد شوية نصايح بنطبقها، الموضوع أكبر من كده، ده قرار واعي بالتحول. المصدر بيقدم لنا خيار نهائي وواضح، يا إما نفضل زي ما إحنا أو نبدأ بوعي نعيد بناء نفسنا من الداخل للخارج. بعد كل اللي اتقال ده الاختيار أصبح واضح، والسؤال الأخير ده متروك لكل واحد فينا يفكر فيه. بعد كل ده هتختار تكون مين؟ وهنختم بالاقتباس ده اللي بيلخص الفكرة كلها: إن لم تكن واثقاً في ذاتك سيشعر الناس بذلك وسيعاملونك كما تعامل نفسك. ببساطة العالم الخارجي هو مجرد انعكاس للي جوانا. ابدأ بنفسك وكل اللي حواليك هيتبع.